أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. سجلنا خلال نهار اليوم سحب كانت كثيفة على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات. بعض الأمطار ستزداد غزارة خلال هذه الليلة إن شاء الله، خاصة على الواجهة الشرقية. خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب سحب سفلى كثيفة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، خاصة على الواجهة الشرقية. أمطار على شكل زخات تكون معتبرة خاصة على الواجهة الساحلية. أما بالجنوب دائما سحب ستنتشر من منطقة الصورة نحو الواحات مرورا بشمال الصحراء، احتمال لبعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة على منطقة الواحات مع تطاير لرمال خاصة على مناطق الجنوب الغربي كذلك شمال الصحراء. خلال ليلة اليوم درجات الحرارة الدنيا تبقى منخفضة خاصة على المرتفعات والهضاب، درجتين فقط على باتنا، 5 درجات على الجلفة وتيارت، مقاييس ما بين 10 درجات لغاية 11 درجة على السواحل، تقريبا نفس المقياس على الصحراء الوسطى منطقتي الأهجار والتاسيلي، ترتفع إلى غاية 16 درجة على برج باجي مختار وحتى على ولاية عين قزام. أما عن درجات الحرارة القصوى خلال يوم الغد إن شاء الله ستعرف تراجع على كافة المناطق الشمالية خاصة على المرتفعات والهضاب، 7 درجات فقط كد المقياس على باتنا، 9 درجات على الجلفة، 8 درجات على كل من المشرية نعامة والبيض وحتى على سعيدة أقول. أما على السواحل تتراوح ما بين 14 لغاية 17 درجة، نرتقي ب 15 درجة على بسكرة والواد، نفس المقياس على بشار، 19 درجة على تندوف، 21 درجة على الصحراء الوسطى، 25 درجة على من راسة وجنات، المقياس على أقصى الجنوب مع 31 درجة على برج باجي مختار وحتى على عين قزام. للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد إن شاء الله بحر هادئ على السواحل الغربية، قليل اضطراب على كل من السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. حول الطقس على بعض عواصم قارة إفريقيا أين الأمطار إن شاء الله في الموعد على كل من كينشاسا كذلك لوزاكا وأنتاناناريفو، بينما أجواء متقلبة على باقي العواصم مع درجات الحرارة في ارتفاع على بانجي مع 36 درجة حتى على أبوجا، 30 درجة على أبيجان، بينما 26 درجة على نيروبي، نفس المقياس على لوزاكا، 21 درجة مع أجواء غائمة كلية على كيب تاون. أما عن وقت غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 5:35 دقيقة. وللتواصل معنا دائما مواقع الأرصاد الجو الجزائرية في الخدمة. شكرا على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.